السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معكم صابون صنع منزلي. وبزاف أخوات عندهم مشكل مع البقع العنيدة. اليوم جبت لكم الحل النهائي والاقتصادي. أنا خدمت صابون في البيت، يعني هذا الصابون نعاونوا به باش نقتصدوا وكذلك باش نتحصلوا على نظافة مثالية. أنا اليوم اخترت لكم صابون سيدو، يعني تقدروا تستعملوا صابون آخر مثل صابون الحجرة اللي هو متوفر في كل بيوت الجزائرية، ولكن صابون سيدو عنده ريحة روعة ومنعشة وكذلك حنين على اليدين. أنا هنايا عندي المقادير كما راكم تلاحظوا، عندي هنايا كرفاشة وعندي هنايا كمية خل وعندي هنايا مضرب يدوي وعندي هنايا صابون سيدو كما راكم تلاحظوا. أنا هنا هذا الصابون يعني الثمن تاعو ماهوش غالي، عادي شريته ب15,000. وهنايا هذا الصابون هذا يعني عنده ريحة كما كنت ذكرت. وصابون سيدو كما راكم تلاحظوا يعني تقدروا تغسلوا به بيديكم، راح ينحي لي طاج، وكذلك تقدروا تستعملوه يعني في الماشينه او آلة الغسيل، كذلك راح يساعدكم بزاف. شوفوا هنايا انا راح نكرفش الصابون تاع سيدو كما راكم تلاحظوا. شوفوا حتى كي نكون نكرفش فيه يعني يعطيني الطوع كما يقولوا، يتكرفش بكل سهوله، يعني طري وحنين كذلك. شوفوا هنا أنا حنكرفشه كامل. البنات نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفة لأنها وصفة اقتصادية وكذلك تمد ريحة رائعة للقش، وكذلك راح يعني تكون حنينة كذلك على اليدين. ونتمنى منكم كذلك تخلوا لي لايك إذا عجبكم الفيديو واشتراك. هنا بعد ما كرفشت أنا الصابون ضفت عليه لتر ونصف من الماء المغلي. يعني ضيفوه مباشرة فوق الصابون اللي كرفشتوه، وبعدها حركوه يعني بالمضرب اليدوي. البنات في هذه المرحلة لازم تحركوا جيدا، لأن هنا الماء راه مغلي والصابون كذلك يعني مكرفش، راح يساعدكم أنكم تذوبوه، ولكن مش راح يذوب لكم كامل، يعني لازم تستعملوا الميكسور. راح يقضي على هذوك الشوائب اللي يبقاو، راح يذوبهم كامل. وهنايا بعد مرور 5 ساعات شوفوا كيفاش أصبح الخليط اللي أنا عملته. شوفوا هنا البنات كيفاش أصبح الخليط جامد. كما راكم تلاحظوا أنا راح نسكب الكمية تاع الماء المغلي اللي هي لتر ونصف الثانية. لازم يكون الماء هنايا يعني واصل درجة الغليان. وهنا أنا راح نستعمل الميكسور ونحاول أنني نذوب كامل الكتل الموجودة في السائل. واللي ما عندهاش الميكسور أو ما حبتش تستعمل الميكسور تاعها عادي، يعني تقدر تستعمل الفوي المضرب اليدوي، ولكن راح تأخذ هذه العملية وقت وجهد، وهنا من الأحسن أنها تستعمل الميكسور. هنا خذي وقتك يعني باش تحصلي على نتيجة مرضية. هنا البنات للتذكير فقط، أنا استعملت 3 لتر ماء مغلي، يعني استعملت لتر ونصف في المرحلة الأولى ولتر ونصف في المرحلة الثانية. والمرحلة الأولى أنا خليت الخليط تاعي خليته برد شوية، وصل لدرجة أنه جمد عندي. شوفوا هنايا أنا ضفت الخل الأحمر، يعني إذا كان عندك الخل الأبيض من المستحسن أنك تضيفي الخل الأبيض. والخل مهم جدا في هذه الوصفة، لأنه كما تعرفوا يقضي على الترسبات ويقضي على الجراثيم ويعقم الملابس وكذلك يعقم الآلة الغسيل تاعنا. لهنا البنات شوفوا بعد ما خلطته جيدا بالميكسور راح نضيف الكأس الثاني تاع الخل. وكما على بالكم الخل يعني له فوائد عظيمة، ومن بين الفوائد تاع الغسيل هذا اللي رانا نحكوا عليه هو أنه ما يخليش الصابون يدير رغاوي. كما على بالكم الرغاوي هما اللي يفسدوا الماشينة تاعنا. شوفوا بعد ما انا ضفت الكأس الثاني تاع الخل انا نحاول انني نحركه جيدا، وكذلك راح نتخلص من بعض الرغوة اللي تكون فيه. وهذه التدبيرة بزاف شابة للأخوات اللي يشريوا المساحيق بكثرة. بمجرد ما تخدمي هذه الوصفة أو هذا السائل راح توفري بزاف وراح تقتصدي كذلك. يعني كنت تشري قارورة واحدة في كل شهر كي تمجزي الخليطين، يعني السائل الأول والسائل الثاني، السائل اللي خدمتيه والسائل اللي شريتيه راح تكوني تشري مرة في الشهرين، يعني حتكوني اقتصدتي وكذلك تحصلتي على
سائل ينحي لي طاش بمعنى الكلمة. أنا جربته ونتمنى كذلك تجربيه. شوفوا القوام تاع الصابون. شوفوا هنا البنات، أنايا بما أنني ضفت 3 لتر فقط من الماء المغلي وصابونة واحدة فقط من صابون سيدو. شوفوا الكمية تاع الصابون اللي أنا تحصلت عليها. شوفوا تحصلت على 2 لتر و2 لتر 4 لتر و3 لتر، يعني المجموع تحصلت على 7 لتر من الصابون السائل. يعني اقتصاد في حد ذاته، يعني ماذا بيا تجربوه وتكونوا فرحانين به وتدعيوا لي دعوة على الخير. شوفوا هنايا كيما كنت حكيت لكم، يعني هذا القارورة راني أنا أمليتها صابون. وشوفوا القوام تاع الصابون اللي أنا تحصلت عليه. شوفوا كيفاش راح يكون لزج، وكذلك راح يكون خاثر. هنا أنا راح نعمر هذا البوشون وكذلك نزيد بوشون آخر، يعني نديرو في القجر تاع الماشينة. وكذلك راح ندير 2 بوشون من الصابون اللي مالفة أنا نشريه، يعني الصابون اللي عندي راح نضيف منه كذلك 2 بوشون، وهكذا نتحصل على مزيج بين الخليطين، يعني الصابون اللي خدمته والصابون اللي شريته. هكذا نكون اقتصدت. نتمنى في نهاية الفيديو تكون عجبتكم هذه الوصفة تاع صنع الصابون وتكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تخلوا لي لايك للفيديو، وما تنسوش تخلوا لي اشتراك وتعليق مشجع، وجربوها واعطوني رأيكم. سلام.